السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. نشوف بقى حاجات كتيرة قوي في الفيديو دوت. ان شاء الله كده هنشوف مع بعض المشتريات بتاعت البيت من المنظفات. طبعا اقول لكم على اسعار الحاجة ايه. في حاجات كتيرة قوي ارتفع سعرها. زي الاوكسي ده اللي هو العادي 2 كيلو بقى ب100 جنيه. كان الاول بنشتريه ب90 وب95، بقى ب100 دلوقتي. والماكس ده بجيبه انا عزكم الله يعني للحمام، لقعدة الحمام والارضية، بيخليها زي الفل. وانا هوريكم بيستخدم ازاي. وطبعا الشامبو ده اللي هو السباركل الكبير، سعره بقى ب60 جنيه. طبعا حاجة كلها غليت. انا معرفش هو سباركل ده مقاطعة ولا لا، بس انا قلت اجيبه يعني عشان ما سمعتش اسمه قبل كده في المقاطعات. وجبت الصابون، جبته سائل. وطبعا كان المعجون والصابون. طبعا ببتدي الفيديو بتاعي برحب بكل الناس الحلوة بتاعتي طبعا، والمتابعين بتوع الجمال، اخواتي وحبايبي اللي بيسيبوا لي كلمات جميلة في الكومنتات. ربنا يا رب يكبر بخاطركم زي ما بتفرحوني بتعليقاتكم. وبرحب طبعا للناس الجديدة اللي اشتركت معايا في القناة. اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني وكبرتوا عيلتي، وان شاء الله عيلتنا تكبر بيكم اكتر واكتر. ولو انت اول مرة تشوفي القناة يشرفني اشتراكك معايا، وجودك معايا في القناة. فعلي زر الجرس على الكل وتشتركي معايا في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات. وطبعا نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفضلا وليس امرا. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايك بالله عليكم، عشان انتوا عارفين ان اللايك ده بيرفع من الفيديو. وان شاء الله كده يا رب كده كلنا قنواتنا تتفعل ونفرح بنجاحنا بامر الله كلنا. ونبدأ بقى الفيديو عشان انا رغيت كتير. طبعا بعد ما جبت المشتريات من السوق وشفناها مع بعض كده، كنت بعمل مكرونة بشاميل. حطيت اللحمة تتعصج على النار زي ما كنت شايفينها كده، وابتديت وسلقت المكرونة. وبعدين هنا بقى بجهز للبشاميل. حطيت كده معلقة سمنة كبيرة، ومعاها معلقتين دقيق كبار، وعملتهم يعني حمرتهم، مش حمرتهم يعني، دوب الدقيق كده بيبتدي يصفر شويه. بنزل عليه باللبن. وببتدي اقلب لغايه ما ما بحصل على قوام البشاميل، يعني اللي هو لا هو خفيف ولا هو تقيل. بطلعه تاني على النار كده لغايه ما اشوف القوام اللي انتوا شايفينه الكريمي ده. بس كده بقى. وببتدي هنا اللحمه كانت خلاص اتعصجت عندي والمكرونه مسلوقه. هنبتدي بقى نطبق الصينيه على بعضيها. هنا بقى بحط أنا المكرونه لازم نغطيها كده بشويه بشاميل كلها على قلب بعضيها قبل ما ارصها في الصينيه عشان كلها تتطعم. واحط طبعا لحمه معاها عشان تبقى كلها متطعمه بطعم البشاميل، وتطلع معانا المكرونه اللي هي بنشوفها كده السايحه الجوسي دي. فبقلبهم كده اهو مع بعضيهم. وبعد كده بحط شويه بشاميل كمان في قاعده الصينيه. وبحط بقى برص الرقات زي ما انتوا عارفين طبعا. كده بقت خلاص جاهزه معايا. وادخلها الفرن وتطلع زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما اوريكم كده المطبخ مكان بقى ما عملت صينيه المكرونه، وكان في مواعين قبل كده، كان الدنيا على بعضيها. كان المفروض طبعا ان انا اقف ان انا اصبن الكلام ده كله. عشان انا كنت مستعجله بصراحه، يعني انا اول مره اسيب المطبخ كده ما صبنش اول باول، بس كنت مستعجله عايزه اخلص الاكل بسرعه، عشان كانت بنتي عندها في اليوم ده تدريب يعني، فكنت عايزه انزل على طول. فقلت لازم اخلص بس الاول الاكل عشان يتغدوا، وبعد كده المواعين دي ابقى اغسلها على طول يعني بعد ما اخلص. فطبعا اتكومت زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين كمان انتوا عارفين ان المكرونه البشاميل دي مواعينها كتيره بصراحه، يعني كذا حله وكذا حاجه على بال ما نخلصها، زيها زي المحشي بالظبط. بس فانا ابتديت بقى اصبنهم كده واحده واحده، ما خدوش وقت يعني بصراحه، بس كنت قلت اخلص، بس اهم حاجه اخلص الاكل عشان الولاد تتغدى، يعني بيبقوا راجعين من المدرسه يعني حرام بيبقوا متاخر من المدرسه على الساعه 3 كده، فبيبقى اليوم بالنسبه لهم طويل، فبيرجعوا جعانين جدا. فقلت اخلص بقى الاكل على بال ما هم يتغدوا، وتريح شويه قبل التمرين عشان ما ينفعش يعني تبقى متغديه وتروح تتمرن على طول. طبعا هنا طبعا انا اتصرفت كده وعملت لنفسي ستاند. حطيت الموبايل سندته على اللي هي بتاعت الشوك والمعالق دي. قلت لازم بقى اوريكم شويه كده الروتين وانا بغسل المواعين. على طول بقول لكم المواعين كتيره وهو خلاص الحوض بيبقى نضيف. فقلت بقى احاول كده على بال ما اجيب ربنا يكرم يعني واجيب ستاند. فسندته كده. بس قولوا لي التصوير بقى حلو ولا ايه النظام بتاع التصوير؟
بس فسندته كده ونفع بصراحة. بس ايه يعني حاسة ان هو كان عايز يعلى شوية، بس يعني ماشي الحال. انا كنت خايفة يعني الموبايل اللي يتقلب في المية، عشان اتقلب مني قبل كده في المية، فكنت خايفة بصراحة من فقرة المواعين دي وانا حاطاه كده يروح ايه مهزوز ووقع. بس الحمد لله يعني ربنا ستر. على بال طبعا ما نجيب ستاند. انتوا عارفين الحاجات دلوقتي كلها غليت طبعا وسعرها رفع. فعايزه اجيب حاجه تبقى حاجه بالمره يعني سعرها كويس وتبقى متينه، بدل ما كل شويه اجيب واحد ويتكسر. انا كنت جايبه قبل كده اتنين وللاسف الشديد اتكسروا، يعني هو ابني كسرهم عامه، يعني مش هما اللي كسروا من نفسه. فابني كان بيلعب بيهم فكسرهم. هنا بقى عايزه اجيب حاجه برضو تبقى ايه متينه شويه وتعيش يعني معايا. بس هنا بقى خلاص جبت بقى ايه المواعين، قربت اخلصها، الحلل بقى والحاجات دي. طبعا الجو الشتا ده الواحد بالنسبه له المواعين دي عقاب. خاصة بقى انا ما بحبش اغسل بالمية السخنة كتير عشان بتنشف الايد وكده. بس بتبقى بالنسبة للواحد المواعين دي عقاب، ما كنتيش تقومي تعمليها على طول وتخلصي منها اول باول، ولو كومت كده بيبقى وقعدتي خلاص شكرا كسلنا عنها، وبتبقى بقى ايه حملها تقيل. فانا كده حبيت ان انا بعد ما اتغدينا، والله انا حطيت بس المكرونه في الفرن عبال ما استوت. كنت انا ايه خلصت المطبخ، يعني انا ما بحبش اسيب مطبخي كده مش نظيف يعني. فما كنتش بغسل اول باول، لازم قبل ما اطلع من المطبخ يبقى نظيف. ما بحبش اركن المواعين وارجع ايه اشتغل تاني في المطبخ. بحس ان الواحد خلاص جسمه بقى تقيل كده وكسل، ما بيعرفش يرجع يشتغل تاني. فببقى اخلص الاكل وبيبقى الاقي المطبخ كمان معاه بيبقى كويس، يبقى نظيف زي الفل. بس بعد الاكل بقى بشيل بس مواعين الاكل اللي هي بتبقى مجرد شويه اطباق وحاجات بسيطه كده، ما بتبقاش مواعين كتير. انا بقى خلصت غسيل الحلل والاطباق وكده. فطبعا كان في شويه ازاز، قلت اصبن برضو الحوض لازم يبقى نضيف عشان ايه ما يبقاش فيه زفاره او حاجه. والحته اللي ورا الحوض دي ساعات بيبقى بتطرطش عليها اي حاجه دهون او اي حاجه من غسيل المواعين. بحب اغسلها هي يعني بحب اغسل حوالين الحوض كده الحيطان السيراميك اللي بيبقى باين ده، عشان اول باول كده عشان ما يتكومش عليه اي حاجه يعني. بس وبصبن بقى الحوض كده كويس. دي احلى فقره بصراحه بالنسبه لي، لما الحوض ينضف كده واغسله بيبقى حاجه بالنسبه لي كويسه قوي. بس وبعد كده بقى هو الازايز اهي كان فيها شويه ميه، قلنا نستغلهم حرام. واحط بقى ازايز الميه نغسلها يعني. انا بقدم روتينات كتيره قوي من المطبخ دلوقتي، عشان يعني في شويه تعديلات كده هنعملها بره في الشقه، هبقى اوريها لكم برضو ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. تغييرات بقى وحاجات كده، هننقل اماكن حاجات وبتاع. فان شاء الله الفتره الجايه دي هوريكم حاجات جديده ومختلفه يعني. بس انا خلاص بقى بشطفها كده بايدي عشان ما تنزلش الميه تحت على الارض وتبهدل الدنيا. اجيب بقى الازايز بتاعت الميه اغسلها برضو كده. طبعا انا قلت لكم ان انا قاعده عند مامتي، فكل الحاجات بتاعت ماما يعني اللي هي الحاجات التقليديه، مش اللي هي الحاجات اللي طالعه جديده يعني. فاي تعليقات يا ريت لو سمحتوا بلاش تعليقات سخيفه، عشان في ناس كتير علقت حاجات سخيفه كده. انا يعني بتضايق، يعني هو بتضايق الواحد. هو مش عارفه، هي الناس بمجرد انها بتخش تدي تعليق او تدي كومنت يضايقك وخلاص، لا انت تعرفيها ولا هي تعرفك، بس مجرد ان هي بتضايقك وخلاص. فيا ريت يعني الناس تراعي شعور بعضيها وبلاش حاجات تضايق. يعني لو مش عاجبكم تتفرجوا على الفيديو او في حاجه مضايقاكم وخلاص اطلعوا من الفيديو، مش لازم تسيبوا تعليق ومش لازم تسيبوا اي حاجه يعني كلام يضايق يعني. فلو يعني اللي داخل اللي يتفرج على الفيديو ومش عاجبه حاجه بلاش يعني، فليكن خيرا او ليصمت يعني. فبلاش يجرح الناس او يضايقهم بكلمه ملهاش لازمه يعني. ربنا بيقول جبر الخواطر يعني، فلا تجبروا بخاطر الواحد اللي بينزل المحتوى. لا اما مش عاجبكم اصلا ما تتفرجوش عليه يعني. لكن ملهاش لازمه ان حد بيخش يعلق يقول كلمه، يعلق على حاجة. عندي كل واحد ليه إمكانياته وكل واحد ليه ظروفه، فمش لازم كلنا يعني تبقى حاجتنا مكتملة يعني. كل واحد عاجبه حياته على كده وكل واحد عاجبه حاجته على كده. فبلاش ان احنا نجرح الناس او نضايقها يعني. بس ده يعني انا حبيت اقول برضو الكلام ده، انه كذا مرة يجيلي تعليق كده يضايق برضو. قبل كده كنت علقت على تعليق حد برضو كان منزل لي كلام برضو ضايقني، فالناس كلها قالوا لي كبري دماغك. فانا بحاول بقدر الامكان اكبر دماغي، بس يعني ليه يعني ليه الناس بتخش تضايق غيرها يعني؟ مش عاجبني فيديو خلاص بطلع منه، مش لازم اضايق اللي منزله المحتوى.
اني عايزه اقول لكم ان تلات ارباع الناس او معظم الناس اللي منزله قنوات على اليوتيوب دي، يعني كلهم معظمهم بيبقوا عاملين فاتحين القنوات بتاعتهم دي مصدر رزق ليهم. اذا كانت ست بيت عندها اولاد مش عارفه تنزل تشتغل وتسيبهم، اذا كان اي حد ليه ظروف يعني خاصه مش عارف ينزل من البيت يروح يشتغل، فبيبقوا فاتحين القنوات دي مصدر رزق ليهم. فيعني يلا نساعدهم في الخير ونتفرج لهم على البتاع وبلاش نضايقهم. لا اما مش عاجبكم محتواهم، خصوصا يعني القنوات اللي هي الناس المحترمه اللي بتنزل حاجات محترمه، وصفات اكل، روتينات محترمه، لا نشجعهم لا اما ما نضايقهمش، يعني ما نعيبهمش على حاجه عشان حرام يعني. هم ممكن يكون ظروفهم فيهم اللي مكفيهم يعني، فبلاش نضايق غيرنا بكلمتين ما لهمش لازمه. يعني خصوصا ان احنا ما نعرفش بعض، يعني ان انت تعرفيني ولا انا اعرفك ولا انت تعرفني ولا انا اعرفك. فليه لا، ليه الكلام اللي يضايق؟ مش عاجبكم المحتوى ما تتفرجوش. بس يعني قبل كده برضو حصل لي نفس الموضوع في فيديوهات قبل كده، ونزلت اسم القناة والكلام اللي كانت كاتباه، وبرضو حبايبي المتابعين الناس المحترمة اللي معايا في القناة قالوا لي ما يهمكيش، كلنا جالنا كده، بس الموضوع بيبقى متكرر فالموضوع بيضايق يعني. فحبيت برضو اتكلم فيه عشان برضو الناس تبقى، لو حد داخل يعلق او يقول حاجه يخلي عنده دم يعني بصراحه من الاخر يخلي عنده دم وما يضايقنيش يعني، او ما يضايقش غيري، مش انا بس اللي بتعرض للكلام ده. ناس كتيره او قنوات كتيره فعلا بتتعرض للكلام ده والنقد دوت. اه لو النقد فيه حاجه مثلا في الفيديو عايزه تتعدل ماشي، الواحد يقبل النقد باحترام، لكن بتنمر وقله ادب في الكلام لا ما اقبلش يعني. انت ليه يعني تكلميني كده؟ او انت مين يعني عشان تكلميني كده؟ ما اسمحلكيش يعني. بس وربنا يهدي الجميع يعني يا رب ان شاء الله. نرجع بقى للفيديو بتاعنا اللي احنا رغينا عليه كده. خرجنا عن محتواه، بس كان لازم طبعا اقول والله الكلمتين دول كانوا فعلا في حاجات بتضايقني، فلازم الواحد يقولها ويتكلم فيه. خلاص كده بقى خلصت الازايز، خلاص مليناها وغسلناها كويس، وفقرة المواعين كده ايه خلصت. في بقى ايه مفاجأة، ابني حبيبي كان عايزني اصوره ويطلع معايا في القناة. فقلت له هتعمل ايه يعني في القناة؟ قال لي هساعدك في حاجة، قولي لي اعمل ايه وانا ايه اعمل لك. قلت له لا مش هتعمل حاجة، المهم ايه، قلت له لا مش هخليك تعمل حاجة عشان الدنيا ساقعة وممكن تبلي هدومك ولا حاجة. قال لي طب بس قولي لي عشان ايه، انا عايزة اساعدك في حاجة وانا شايفك تعبانة طول النهار ايه عمالة تشتغلي، فانا عايزة اساعدك يا ماما. قلت له طب عايز تعمل ايه يعني؟ قال لي طب قولي لي انا اعمل ايه وانا اعمله، ولا اقول لك طب انت البوتاجاز اغسلي المواعين عشان انا ما ببلش هدومي، وانا البوتاجاز هغسل لك البوتاجاز. قلت له لا مش هتعرف تغسلي البوتاجاز برضو. فقال لي لا انا عايزه انزل معاكي اصور معاكي ونزلي لي فيديو معاكي في القناه. قلت له طب ماشي هخليك تغسل البوتاجاز واصورك وانت بتغسله. قال لي بس ايه الناس هيضحكوا عليا. قلت له لا مش هيضحكوا عليك، ده انت هتبقى شاطر يعني، حتى الولاد كلها تقدر ايه تساعدك تعمل زيك يعني، تساعد مامهاتهم مامهاتهم امهاتهم يعني في البيت وكده، وتبقى انت شاطر يعني. كده خلاص بقى انا خلصت المواعين، وهسيبكم بقى الفقرة اللي جاية دي مع محمد. عايزاكم تشجعوه بلايكات عشان هو قال لي الفيديو ده اللي هيجيب لك لايكات جديد. عايزاكم بقى تشجعوه بلايكات كتير عشان هو اللي ايه اهو، هو ابتدى بقى يشيل لي عيون البوتاجاز. انا قبل ما اصوره كان بيبتدي بيشيل في عيون البوتاجاز يعني. فقلت له طيب ماشي، شال بقى عيون البوتاجاز وقال لي ايه هغسل لك بقى البوتاجاز مكان ما طبختي. فقلت له لا استنى انا هغسله لك عشان ايدك ما تتعملش بالصابون، وانت بقى ايه نشفه يعني. قال لي طيب خلاص ماشي. فالمهم انا عملته له عشان هي ايده لسه صغنون يعني، هو لسه عنده 7 سنين فمش كبير يعني للدرجة، بس هو ايه يعني قال لي اساعدك. فانا بحب حابة ان هو اشركه بالذات الولد يعني، عشان يبقى حاسس ان يعني في امهات بتعود الولد الولاد لا انت ما تعملش انت راجل انت مش عارفه ايه، لا انا ما بحبش الكلام ده. هو ممكن يكون هو اكتر بيساعدني في البيت اكتر من اخته بصراحه. فبفضل اقوله لو كده لما تكبر وتتجوز وبتاع لازم تساعد مراتك، لو لقيتها تعبانه ولا فيها حاجه ساعدها. يقول لي حاضر يا ماما. فهو هنا بقى ايه ابتدى يمسك بقى الفوطه. قال لي ما تجيبيش وشي عشان كان مكسوف، وابتدى بقى يمسح بايده الصغننه النونو دي. ربنا يا رب يحميه ويحفظه هو واخته يا رب يعني. فابتدى بقى يمسح كده
انا قعدت اضحك عليه وعمال يساعدني، يقول لي ماما ما تضحكيش عليا، ان شاء الله هعمله لك حلو. قلت له طيب ماشي يا حبيبي. بقيت اقول له امسح هنا وامسح هنا. بصوا بيمسح ازاي. الفوطه اللي بيمسح بيها اكبر من ايده. فخليته مسح لي البوتاجاز. وانا قلت له طب هات بقى انا اكمل المعه كده عشان ايه ما يبقاش ملطش منك. قال لي حاضر. على ما انا كنت بعمل بقى لقيته رايح واقف على الحوض وايه مسك العيون ايه يغسلها لي. قلت له انا عشان أنا قلت لك ما تجيش جنب الميه. قال لي لا انا هغسل دول على طول كده اهو. فقلت له طيب ماشي. صوريني برضو يا ماما. قلت له حاضر هصورك. عمال بقى يحاول في البتاع شمال ويمين. طبعا ما غسلهاش يعني بس ما حبيتش اكسفه. قلت له شاطر ان انت غسلتهم برافو عليك. والبتاع ما فيهاش صابون ولا حاجه. ما اعرفش هو كان بيغسلها ازاي. قلت له طب نحط شويه ميه على الصابون ونغسل ونحط صابون. قال لي طيب ماشي. بس سيبته بقى بصراحه كده يجتهد مع نفسه. وبعد كده انا رحت انا ماسكاهم غسلاهم يعني تاني عشان خاطر ايه ما احرجهوش يعني. قلت له لا انت كده غسلت برافو عليك. خلاص بقى اطلع بره عشان ما تبلش هدومك. قال لي انا غسلتهم هتغسليهم تاني. قلت له لا مش هغسل تاني. بس طبعا هو ما غسلهمش. ما اقتنعتش بالغسيل. فلما خرج بقى أنا رحت انا مكمله مكملاهم يعني غسلاهم تاني عشان خاطر احطهم. بس بقى لو انتوا لسه لغايه دلوقتي معايا في الفيديو شايفون حماده القمر اللي هو بيغسل لي البوتاجاز ده، عايزاكم تشجعوه بلايكات كتيره بالله عليكم. عشان هو هيشوف الفيديو ده لما ينزل ويشوف جايب كام لايك عشان هو عامل معايا تحدي يعني. قلت له طيب ماشي لما اشوف الفيديو بتاعك هو اللي هيجيب لايكات اكتر ولا الفيديوهات بتاعتي. فما تنسوش بقى تشجعوا محمد باللايك. وطبعا هو كده كانت دي اخر حاجة يعني في الفيديو بتاعنا. كملت انا بقى برضو غسيل عيون البوتاجاز ديت تاني زي ما قلت لكم في الفيديو. هو واقف اهو كان واقف وانا واقفة بصوره. طبعا هو مش عارف يتحكم في لفت المواعين ولا يمسك الحاجة اللي بيغسلها. لسه صغنون يعني. فانا سيبته بقى لغايه ما هو ايه عاش البتاع. قلت له لا سيب دول مش هتعرف تغسلهم كبار عليك. حاول يعمل فيهم كده شويه بس ما عرفش. فانا قلت له لا سيبهم لي انا هكملهم. بس فكملتهم. وكانت بقى الصينيه طلعت اهي من الفرن كان واقف مستني عشان ياكل. وادي المطبخ بقى زي الفل. بس كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. شكرا ومع السلامه.